أهلا بيكم في حلقة جديدة من جلسات من الشازلونج. النهاردة هنتكلم عن موضوع كلنا بندور عليه من وإحنا صغيرين، الصديق الحقيقي. بس إيه هو الصديق الحقيقي أصلاً؟ وإزاي نفرق بينه وبين الصحوبية السطحية اللي بتتكون وتختفي بسرعة؟ معانا النهاردة دكتور أكمل المنير، استشاري نفسي، اللي هينورنا بخبرته ونصايحه العملية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا يا صوفيا، وأهلا بكل اللي بيسمعونا. موضوع الصداقة مهم جدا، خصوصا لفئة المراهقين والشباب، لأنه بيأثر على ثقتهم بنفسهم، اختياراتهم، وحتى صحتهم النفسية. خليني أبدأ بسؤال مباشر. ليه يا دكتور بقينا نسمع شباب كتير بيقولوا مفيش حد بيتصاحب بجد؟ السؤال ده بيتكرر في الجلسات. الشباب حاسين إن العلاقات بقت سريعة وسط السوشيال ميديا، في صداقات أونلاين كتيرة، بس قليل اللي يحسوا معاهم بالأمان. المشكلة إن الصداقة الحقيقية محتاجة وقت وتجارب مشتركة، وده مش دايما بيحصل دلوقتي. طب يعني يا دكتور، إيه الفرق الجوهري اللي بيخلي شاب أو مراهق يعرف إن اللي قدامه صديق حقيقي مش مجرد معارف طايرة أو مؤقتة؟ الصديق الحقيقي هو اللي بيقف جنبك في الأوقات الصعبة، مش بس الحلوة، اللي تقدر تحكي له أسرارك من غير ما تخاف إنه يستخدمها ضدك. كمان في حاجة مهمة جدا، الإحساس إنك مش محتاج تمثل معاه، تكون نفسك زي ما انت. طب خليني أنقل تجربة من الجلسات. كان في شاب عندك حس إن كل أصدقائه بيستغلوه؟ احكي عنه دون اسم طبعا. أيوة، كان في طالب جامعة بيحس إن أصحابه بيتصلوا بيه وقت المصلحة بس، ولما يطلب هو أي دعم يختفوا. إحنا عملنا تمرين بسيط، طلبت منه يكتب في ورقة 3 مواقف صعبة مر بيها، ويكتب مين واقف معاه بجد. لما خلص اكتشف إن 2 من أصحابه اللي كان فاكرهم غريبين عنه هم اللي وقفوا معاه أكتر من اللي كان بيسميهم أقرب الناس. واو، يعني أوقات إحنا اللي بنلخبط ونفتكر اللي بيزهق أكتر هو الأوفى. بالظبط، عشان كده لازم نراجع نفسنا ونشوف الأفعال مش الكلام. خلينا ندي للمستمعين حاجة عملية. لو في شاب دلوقتي بيسمعنا وحاسس إنه وحيد ومش لاقي صديق حقيقي، يبدأ منين؟ هقولك خطوات بسيطة. ابدأ بنفسك، كن صديق حقيقي لنفسك الأول. لما تقبل نفسك وتحبها هتقدر تختار صح. اختبر بالمواقف، ما تتسرعش في إطلاق كلمة صديق، خليه يمر معاك بتجارب صغيرة. دوائر الاهتمام، شارك في أنشطة بتحبها، رياضة، نادي كتاب، خدمة مجتمع، هناك هتلاقي ناس قريبة من شخصيتك. تمرين الكتابة، كل أسبوع دون اسم شخص حسسك بدعم، ولو حتى بكلمة بسيطة. بعد شهور هتكتشف مين الثابت في حياتك. اللي عجبني قوي تمرين الكتابة، لأنه يخليك تبص بوعي بدل ما تحكم من مشاعرك اللحظية. دكتور، إيه أقوى موقف شفته في جلسة بيجسد معنى الصديق الحقيقي؟ شاب كان بيعاني من اضطراب نفسي شديد، فكر في الانتحار أكتر من مرة. اللي أنقذه ما كانش طبيب ولا أسرة، كان صديق واحد زاره فجأة من غير ما يبلغه إنه هيزوره، وقعد معاه الليلة كلها. قال له بعدها وجودك كان فرق بين حياة وموت. هنا فهمت قد إيه صديق حقيقي ممكن يكون خط دفاع أول لحياتنا النفسية. دي كانت رحلة سريعة لكن مليانة معاني عن الصداقة الحقيقية. شكراً جداً يا دكتور أكمل إنك شاركتنا خبرتك وتجاربك. أنا اللي بشكركم، وياريت كل واحد بيسمعنا يبدأ يسأل نفسه مين الصديق اللي فعلاً بيفرق في حياتي ويحافظ عليه. شاركونا قصصكم وتجاربكم في الكومنتات أو الرسائل. مين هو الصديق اللي غير حياتكم؟ واستنونا في حلقة جديدة من جلسات من الشازلونج.